السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على أحباب الله، السلام على جند الله، السلام على أحباب كتاب الله القرآن العظيم والسبع المثاني. أحبابي في الله، سنبدأ مباشرة في الحديث في علم الرقم والرقيم، ولأن السبورة في الحقيقة هي لا تسع لي حتى أكتب القيمة الرقمية للأحرف والقيمة النورانية للأحرف 14. لهذا سنبدأ بهذه الطريقة حتى تكون السبورة واضحة للجميع. فهنا توكلنا على الله سبحانه وتعالى. أعجبني أحد الإخوة في التذكير بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: لا تقوم الساعة أو لا تفنى أمتي هذه إلا عندما يلعن الآخرين من أمتي أولهم. فأصحاب الحديث ضعفوا هذا الحديث، لكن استبدلوه بحديث آخر عن عائشة وأبو هريرة طبعا، قالت فيه: كيف يأتي زمان والآخرين يشتمون ويسبون الأولين وهم مطالبون بالاستغفار لهم، بطلب المغفرة لهم، فلماذا سنطلب المغفرة للأولين؟ فهم في كتبهم وفي أحاديثهم يقولون أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم وسيدخلهم الجنة كلهم، لكن هنالك استثناءات. نحن نعلم أن حديث المبشرين بالجنة مكذوب. ثم تقول أيضا هذا في أحاديثهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأتي زمان في أمتي في الآخرين في أمتي يلعنون الأولين. فلماذا يلعنون؟ لماذا؟ ذلك أنهم ونحن حقيقة في الآخرين من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمة الحبيب محمد الذي عانى وذاق الأمرين، وهو يجاهد لأن يبلغ رسالة ربه، وقد بلغها والحمد لله رب العالمين. فلماذا؟ ذلك أن فعلا في الآخرين، آخر الزمان، أمة محمد صلى الله عليه وسلم ستعلم الحق من ربها، وستعلم علم اليقين، وستعلم المنافقين، وستعلم ما الذي جرى وكيف زيفوا التاريخ وزيفوا لنا أشياء كثيرة في الدين. حتى في الحج مثلا، الحج المفروض أن أهل مكة بكتاب ربنا سبحانه وتعالى يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي نفسها سنة إبراهيم الخليل عليه السلام وصلى الله عليه وسلم. فإبراهيم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يكرم ضيوف الرحمن في الحج، أن يذبح لهم ذبائح. سنأتي على الذبح. ماذا كان يذبح إبراهيم؟ نعم. ولماذا فرعون الدجال السامري كان يذبح أطفال بني إسرائيل؟ فها هنا الله يحدثنا في قصة إبراهيم عليه السلام بأنه كان يذبح، فضل الله إسماعيل بذبح عظيم. لكن في قصة أطفال بني إسرائيل، في قصة فرعون فهو يذبح أبناء بني إسرائيل. ما هو الفرق؟ وكيف بعلم الرقم والرقيم؟ نعم، وهذا كتاب مرقوم. نعم، هذا كتاب مرقوم، هو يعطيك هندسة الهرم. سنأتي كيف استعمل فرعون الهرم، نعم، لفتح البوابات السفلية والالتحاق بالشياطين وعفاريت الجان وغيرهم، وكيف كان يفتح تلك البوابات. أساسا هذه الانشقاق ثم هذه العلاقة.
السبع المثاني. فإبراهيم عليه السلام كان يؤذن في الحج، وكانوا يأتوه رجالا وعلى كل ضامر يأتون من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا مناسك شعائر. كان إبراهيم عليه السلام يؤدي شعيرة البدن لهم حتى يبرأ من كان مريضا، يقوى من كان ضعيفا. يتزودون بطاقة، تحدثنا في ذلك سابقا، ونحن هكذا رويدا رويدا نذهب بكتاب ربنا سبحانه وتعالى الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم، وما فرطنا في هذا الكتاب من شيء. الله سبحانه وتعالى يقول لك ما فرطت في هذا الكتاب من شيء. أتترك كتاب ربك سبحانه وتعالى وتذهب لما قاله فلان عن فلان عن فلان؟ أكثرهم الذين كتبوا الحديث بأيديهم ليزيفوا الحقائق وليدلسوا على الناس وليحكموا بأوامر الدجال. هذه حقيقة. فإبراهيم عليه السلام كان يذبح ذبائح يكرم بها ضيوف الرحمن، وكان يقيم شعيرة البدن بالناقة، وتحدثت في ذلك. كيف ذلك؟ كيف يقومون بشعيرة البدن وذبح الناقة ويكونون عليها صواف. ما معنى صواف؟ يعني صفوف دائرية. نعم، صفوف دائرية. حول ماذا؟ حول الناقة. ثم أن إبراهيم عليه السلام كان يتم هذه الشعيرة لضيوف الرحمن للتزود بطاقة الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية لثمود قوم صالح فعقروها. هم لم ينحروا الناقة أو يذبحوها، لا، هم عقروها فدمدم عليهم ربهم، كما تعرفون تلك القصة. فهذه الناقة التي كان يستعملها سيدنا إبراهيم عليه السلام في كل موسم حج، نعم، صبيحة إتمام الوقوف بعرفة بين مزدلفة وعرفات، كان يقيم هذه الشعيرة ليتزود الحجاج الطاقة الكامنة في الناقة. فسأصف لكم هذا المشهد ثم نذهب إلى ما هو علمي في النفاذ. سيقولون عني ساحر ومجنون، سيقولون عني يتعاطى الكحول والمخدرات وحبوب الهلوسة وما إلى ذلك. لا، حاشا لله، نحن نقول الحق من ربنا. فإبراهيم عليه السلام في تمام وصبيحة ما بعد عرفات، وقوف بعرفة، كان يجمع الناس ويجعلهم على شكل دوائر هكذا. هذه الناقة هنا وهم صواف عليها، فاذكروا اسم الله عليها صواف، تكبير. نعم، كانوا يحيطون بالناقة. ثم أن إبراهيم عليه السلام يأتي بالناقة ها هنا ويبدأ التكبير. لذلك في عيد الأضحى وفي عيد، وليس عيد الأضحى وعيد النحر، يبدأ التكبير. وفي عيد الفطر أيضا نكبر وكبر الله على ما هداكم. نعم، القانع والمعتر، الضعفاء والمرضى والمنهكين والذين هم بيناهم في تدوينات على مجموعة السر الأعظم من الكتاب. فإبراهيم عليه السلام كان يأتي بالناقة عمرها بين 30 إلى 40 سنة. نعم، ذلك بعد أن أتمت تلك الناقة حمل أصفار الناس وأعانت الناس، كان لابد أن يكرمها إبراهيم عليه السلام تلك الناقة بأن تفارق الحياة في محفل كبير. نعم، الناقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آية لثمود فعقروها فأصبحوا من النادمين. ما هي الطاقة الموجودة داخل بدن الناقة؟ البدن، بدنها وليس جسمها وجسدها، بدنها، تلك الطاقة الفياضة في داخلها التي تحملها على الصبر والجلد
نعم، قوة الصبر وقوة الجهل. كيف يقع التبادل الطاقي بين الحجاج لبيت الله والذين هم صواف حولها، أي مصطفين حولها دائريا صواف، فيبدأون بالتكبير، إلى حين ترفع الناقة رأسها. عندما ترفع الناقة رأسها فاعلم أن بابا من السماء انفتح، فتتنزل الملائكة بالسكينة، فتنظر الناقة إلى السماء. حينها وفي أوج تكبيرها وفرحتها بنزول الروح والملائكة بالسكينة على المحيطين بها الصواف، حينها ينحر إبراهيم عليه السلام الناقة، فلا تشعر بشيء. في الحقيقة هي لا تشعر بشيء، هي تكون فرحة ومسرورة جدا جدا بتلك الشعيرة، تكبير الله سبحانه وتعالى، والحجاج الميامين حولها فرحين مسرورين يكبرون الله على ما هداهم على هذه النعمة. فتخرج من تلك الناقة طاقة البدن، وخلال التكبير تنتشر في صفوف المحيطين بها من الحجاج، فيبرأ من يبرأ ويشفى من يشفى، ومن كان ضعيفا يقوى ويزداد قوة. نعم، فيعود إلى رحاب أهله وهو متشبع بطاقة فياضة قوية جدا من تلك الناقة التي جعل الله سبحانه وتعالى آية لثمود، فدمدم عليهم ربهم سبحانه وتعالى لأنهم عقروها لم ينحروها، فعقروها. هم كانوا يعقرونها ويعذبونها إلى أن أتى هذا اليوم الذي نقول فيه الحق من ربنا سبحانه وتعالى. كيف يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الآخرين من أمتي سيلعنون أولها، ذلك لأنهم أخفوا علينا هذه الشعيرة، التزود بالطاقة، التبادل الطاقي في البدن، قوة الأبدان. لذلك كانت أمتنا أمة قوية جدا تهابها كل الأمم، فزيفوا لنا الشعائر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقول يلعنون من قبلهم الأولين، أولئك المنافقين الذين كتبوا بأيديهم تلك الأحاديث وزيفوا الشعائر، وأصبحوا يبتزون أموال الناس بالباطل ويأكلونها بالباطل. هذه هي الحقيقة، يأكلون أموال الناس بالباطل، يفرضون على الحجاج أن يذبحوا ولا يأكلوا من الذبيحة إلا مقدارا قليلا، ثم شركات اللحوم عندهم تجمع تلك الملايين من الأضاحي لتصدرها بالدولارات. لم يكفيهم تصدير البترول بالدولار وخيرات ذلك البلد الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى، أمنهم من خوفه وأطعمهم من جوع. نعم، هذه هي الحقيقة. وقل الحق من ربكم ولا تخشى لومة لائم. فهذه الشعيرة هي مفروضة على أهل مكة، على القائمين على الحرب، أن يفرحوا بضيوف الرحمن كما كان يفرح بهم ويرحب بهم إبراهيم الحليم، إبراهيم الأواه المنيب، إبراهيم الحنون. نعم، فلا عجب من قول هذا أن الرسول يقول هذه الأجيال في أمتنا التي تعلم الحق من ربها ستلعن من قبلهم، لأننا خسرنا شعيرة كانت تزود الحجاج بالطاقة وتبرئ الناس وتبرئ المرضى من جميع الأمراض. ثم بعد ذلك، بعد أن ترتخي الناقة وتربض وتجثم، هنالك وجب جنوبها ليقع بعد ذلك، بعد تلك الراحة التي تأخذها الناقة حتى تسترخي وتسلم. أصلا بعدها وجب جنوبها، هكذا تكون وجب جنوبها. فأطعموا منها القانع والمعتر، لابد أن يطعموا منها تلك الناقة أولئك الذين يعانون أمراض، مثلا الضعف البدني، الإعاقة، الخساسة، الضعفاء الذين تابوا لربهم بعد أن أهدروا مالهم
وصحته مثلا تعود لهم تلك الطاقة. لكن أحبابي، ما رأيكم أن ستضحكون قليلا أن لحم الناقة ليس فيه من الكوليسترول وكذا، هو مفيد جدا في الحقيقة لحم الناقة. كيف لحم الناقة يقولون عنه أنه ينقض الوضوء والغسل؟ سبحانك اللهم وبحمدك. كيف قلبوا لك الأمور، كيف قلبوا لك الأمور. لقد قلبوا لك الأمور من قبل حتى جاء وعد الله، حتى جاء أمر الله وأكثرهم كارهون. قلبوا لنا الأمور حتى يصبح لحم الناقة نجس، نجس ينقض الوضوء والغسل. فهل هذا صحيح؟ هذا كذب وافتراء على الله وعلى رسوله وعلى كتابه. الناقة التي جعلها الله آية، الذبح العظيم. نعم. ثم ماذا قالوا؟ استغفر الله العلي العظيم، أو أضحك وأبكى. ماذا قالوا لكم؟ لا تأكلوا لحمها بل اشربوا بولها. استغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم العظيم الذي هو أضحك وأبكى، نعم، الذي هو أمات وأحيا. اللهم ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وعلمنا يا ربنا من كتابك الحق المبين. فقالوا لهم اشربوا بول الناقة. لصيد إريك، يعني الحامض البولي، حتى يطهرهم. يعني ممنوع علينا أن نأكل لحم الإبل لأنه مضر، لكن علينا أن نشرب بولها، يعني حرموا علينا لحمها وأباحوا لنا شرب بولها. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. المنافقون الذين زيفوا التاريخ من بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل الحكم، لأجل المال، لأجل السيطرة، لأجل النفوذ، ولأجل إملاءات الدجال الذي خرج إثر وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن أطيل كثيرا، لكن هذه حلقة أحبابي في الله أتثبت من البث وأعود. نعم، التسجيل جيد والحمد لله. إن شاء الله ما يقصش علينا التسجيل من يعني من الكاباسيتي نتاع البورتال. أنتوكا لنواصل ولنقول أن هذه الشعيرة نعم هي أساس الشعائر كلها، شعيرة البر. نعم، هو تبادل طاقي بين الناقة التي عظمها الله سبحانه وتعالى، المخلوق الدابة التي عظم الله شأنها سبحانه وتعالى. نعم، فالمعلوم ولا ما يخفونه عنكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حجة الله نعم قام بهذه الشعيرة بناقته. نعم، بناقته، وأوصى وتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن غيروا لكم الأمور. نعم، قلبوا لكم الأمور، وهذه آية في كتاب الله. فحتى الذبائح التي تذبح لضيوف الرحمن كانت مفروضة على أهل مكة، لأن الله سبحانه وتعالى بدعوة إبراهيم عليه السلام أن تكون تلك الأراضي أراضي خيرات، فيها من البترول والغاز، وفيها من كل النعم، وتأتيها الخيرات من كل مكان. فما الذي جعلهم لا يفرحون بضيوف الرحمن؟ وصعبوا عليهم، وأصبح الذي سيذهب للحج فقيرا مسكينا. الله يقول وأطعموا المسكين في الحج. نعم، أطعموا المساكين. فهل يوجد اليوم في مكة نعم وجوارها مساكين؟ لا، هم يحمدون الله سبحانه وتعالى. نعم، بلد خيرات. إذا الحجاج المساكين والقانعين والمعترين هم الذين يذهبون إلى الحج لمن استطاع إليه سبيلا، ليس لمن استطاع إليه سبيلا بمعنى أن عندك مال وعندك كذا. أن تستطيع أن تجد سبيلا من السبل حتى تذهب هناك. أي طريقة، تركب دابة، تركب سيارة. هنالك من ذهب للحج على دراجة هوائية وعلى دراجة نارية. نعم، لمن استطاع إليه سبيل، من المساكين، من المحتاجين، من الفقراء، من القانعين والمعترين، من المرضى، من ضعاف الأبدان وضعاف الحال. وهو بالأساس واجب مفروض على أهل مكة هذه السعودية أن يكرموا حجاجهم
بالسكن والإقامة مجانا، ثم الذبائح لهم، ثم أن الحاج الذي يذهبون يذهب بهدية رمزية إلى أهل مكة، تقدرها بالمال أو تقدرها ذهبا أو فضة لمن استطاع إليه سبيلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكنهم قلبوا الأمور فأصبح الحجاج يدفعون دولارات، ثم يأتي نائب فرعون الدجال السامري ليأخذها كما أخذ بترولها وغازها وكل شيء كله. إذا نحن يحكمنا الدجال فرعون منذ وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحق من ربنا، هذه الحقيقة. إذا أترك الآن شاعرة البدن، نذهب إلى الحديث عن من هو أوزوريس. نعم، أوزوريس أو أوزوريس كتبوا عليه حتى الفلاسفة اليونان. نعم. بعد إدريس، لا تقول لي لماذا دخلت في هذا السياق، هو سياق تاريخي في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ذرية بعضها من بعض، هي ذرية بعضها من بعض، ذرية إدريس عليه السلام الذي كان عنده علم الكتاب، وهو الذي في الحقيقة كان المهندس الأول للأهرامات. لا تنزعجوا ولا تستعجلوا، وحاولوا أن يكون لكم معي صبرا إن شاء الله. نتحدث عن أحفاد إدريس، أوزوريس، وهو من ذريته وأحفاده الخضر عليه السلام. هو في الحقيقة يسمى برقة الأول، هو برقة الأول، كان ينتقل بسرعة البرق. صدق أو لا تصدق، لعل الكثير سيقولون عني شاعر أو مجنون أو ساحر. نعم، نون والقلم وما يسرون، ما أنا بنعمة ربي بمجنون. إذا بعد الخضر يأتي آصف بن برقة. الخضر وهو برقة الأول هو من علم موسى عليه السلام، ولم يستطع موسى عليه السلام أن يصبر مع الخضر. الله لا يسميه في كتابه الخضر، نحن نقول عنه الخضر، ذلك لنبسط أنه اسمه الأول برقة الأول. ثم من أحفاد هذا الرجل إدريس والخضر يأتي في زمان سليمان عليه السلام في صرحه، وسنتحدث عن صرح سليمان وصرح فرعون، وقد قدمت حلقات منذ سنتين في هذا الموضوع باقتضاب شديد، لم نتوسع ولم نتعمق، ذلك أنكم أحبابي تتابعون علما لا تستطيع أن تدرسه بين عشية وضحاها. لا، لابد عليك أن تتابع رويدا حلقة بعد حلقة، وتمسك ورقة وقلم. إن كنت مخطئا فلا تأخذ مني شيئا، وإن كنت صادقا فخذ واعطي لغيرك وبلغ لغيرك أيضا. نعم. يأتي آصف بن برقة الذي أتى بعرش ملكة سليمان في طرفة عين. أين كان ذلك المكان الذي أتى فيه آصف بن برقة بعرش ملكة سليمان؟ كان في صرح سليمان، صرح سليمان. نعم، صرح سليمان الذي هو في الإسكندرية في أبو قير، والتي هي مدن تحت الماء أصلا. نعم، ذلك أنها لا تنبغي لأحد من بعد سليمان، لا تنبغي لأحد من بعد سليمان، ما تركه سليمان لا ينبغي لأحد من بعده، فنزلت تحت الماء وغرقت، ذلك أن سليمان قال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. إذا فذلك الصرح الذي هو في أبو قير، وسيأتي يوم تراه الناس بأعينهم، العالم كله سيشاهد ذلك إن شاء الله. فآصف بن برقة أتى بذلك الكرسي عرش ملكة سبأ في طرفة عين بسرعة البرق. نعم، وهو في الصرح، وهو عبارة عن هرم، نعم، كريستالي ممرد من قوارير. نعم، في ذلك المكان كان آصف بن برقة بقدرته بمقدوره أن يأتي بذلك العرش. قال أنا آتيك به، قال عفريت من الجن أنا آتيك به
قبل أن تقوم من مقام، وإني عليه لقوي أمين. لكن ماذا قال آصف؟ كان عفريت الجان سيذهب بنفسه ويأتي بذلك العرش قبل أن يقوم سليمان من مكانه من كرسيه. لكن هذا الرجل آصف الذي هو حفيد إدريس والخضر ماذا قال له؟ قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك في طرفة عين بسرعة البرق. نعم. وكان ذلك في بيلاط سليمان، ليس بيلاط سليمان، في صرح سليمان، لأن سليمان كان عنده بيلاط للحكم وكرسيه، نعم، الذي ألقى الله سبحانه وتعالى عليه جسدا. ثم أنا تعرفون القصة، لكن كان عنده صرح الذي دخلته ملكة سبأ وكشفت عن ساقيها، قال إنه صرح ممرض من قوارير، قالت: ربي إني أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. نعم. إذا فكان ذلك داخل صرح كريستالي، أي ماذا؟ أي هرمي. قبته أصلا زجاجية نصف كروية، وسنأتي على ذلك. وما الفرق بين صرح فرعون وصرح سليمان؟ قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب فأطلع إلى إله موسى. نعم. ها هنا أحبابي في الله يأتي بعد ذلك، وهذه الحلقة الأولى الرسمية، في علم الرقم والرقيم. نعم. يأتي بعد ذلك من ذرية آسف بن برقية، ومن ذرية آسف بن برقية قبل أن نصل إلى ذلك هو ذو القرنين عليه السلام، برقة العظيم الذي أسس مملكة قرطاج، وكان قد أسس مملكة المغرب التي تمتد من ليبيا إلى المالي إلى المغرب الأقصى في الجزائر فتونس. كان يسمى ذلك قرن الغرب. لكن بعد ذلك صهر ملك سور العظيم، ملك سور الذي كان يحكم لبنان. لذلك تسمعون مثلا اللبنانيين والتونسيين يقولون نحن أخوان التونسيين. نعم. فتزوج أليسار ابنة ملك سور، الذي كان هذا الملك أبناؤه يتناحرون على الحكم بعده، فافتكها ذو القرنين وأصبح يملك قرن الشرق مملكة سور العظيمة، ومملكة الغرب قرن الغرب، تلك القرون من قبلكم، الأمم. فأصبح يحكم القرنين، قرن المشرق والمغرب، وتحدثت في ذلك في حلقات سابقة. فمن ذرية هذا آسف بعد أن انتهى ملك سليمان جاء مباشرة حكم ذو القرنين، وتعلمون القصة. إذا ففتية الكهف بعد كم من سنة، في السنة 31 قبل الميلاد إلى السنة 278 بعد الميلاد خرجوا من كهفهم. هم في الحقيقة عارفين بعلم الرقم والرقيم. لماذا آووا إلى الكهف في هذا المكان تحديدا في الجبل؟ لتقول أن هذا جبل هرمي، وما أكثر الجبال الهرمية موجودة حتى عندنا في تونس هنا في الشمال. هناك جبال هرمية في المكسيك موجود جبال هرمية، في الجزائر عندنا جبال هرمية، نعم، لكنها دائرية ليست مربعة في القاعدة. ما الذي كان يفعله المايا والأستاك في أهرامهم؟ كيف وصلهم الدجال هناك فأصبحوا يعتمدون على الأضاحي البشرية. سنأتي على ذلك رويدا، لكن هذه كمقدمة لتفهم ما نحن نذهب إليه حقيقة ليتثبت ثم أعود. الحمد لله أن التسجيل جيد. نذهب رويدا لنعلم هذا العلم الذي تعلمه أصحاب الكهف والرقيم. لماذا لجأوا إلى كهفهم؟ حتى أن سورة الكهف تأتي بعلم الرقيم. ها هنا
بوابة الإسراء، هذه بوابة الإسراء، هذه بوابة الفرقان، هذه بوابة النحل، هي غرفة، هذه ما يسمونها غرفة الملك، وسنأتي على النفاذ البرق، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. غرفة الملك التي يسمونها الملك، غرفة الملكة. وما الذي كان يفعله إدريس في الهرم؟ ثم عندما جاء فرعون بعد أن احتل مصر، هنا ما الذي جعل من هذا الهرم؟ كيف فتح به بوابات سفلية؟ سنأتي على ذلك رويدا. فقلنا أن الأهرام فيها سر عظيم، والله سبحانه وتعالى بعلم الرقيب يعطينا هندسة الهرم من الداخل وكل الغرف التي فيه في الحقيقة. نعم، كما تحدثت في ذلك في الحلقات السابقة. هنا تحدث عن فتية الكهف والرقيم، ولماذا ذهبوا إلى هذا الكهف في جبل زغوان هنا في تونس، ودخلوا الكهف، فماذا فعلوا في ذلك الكهف؟ حتى أن الله سبحانه وتعالى جعلهم رقود ل300 سنين وازدادوا 9. نذهب رويدا لنقل أنهم اعتمدوا علم الرقيم. هذا مؤكد أنهم اعتمدوا علم الرقيم، نعم، لاختراق بوابة الزمكان من هذا المكان الكهف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعبد في غار حراء، هذا معلوم. ثم عندما لجأ وهرب من كفار قريش وهم يلاحقونه عند هجرته، دخل غار ثور في جبل، وهنالك آية العنكبوت التي نسجت على باب المغارة، فكلها حقائق. إذا فتاة الكهف اعتمدوا علم الرقم والرقيم والنفاذ، علم النفاذ، حتى أنهم قضوا في كهفهم تلك المدة، ثم بعد ذلك عادوا لكهفهم بنفس العلم، علم الرقيب، حتى يخرجوا يوما ما يشهدون قيام الساعة. وهذا كذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، هم حتى سيكونون حاضرين في الفتح العظيم والحج الأكبر إن شاء الله. هذه حقائق في كتاب ربنا، لم أقل شيئا من تلقاء نفسي. بعد ذلك تأتي قصة عيسى بن مريم. عيسى بن مريم ليس من أحفاد إدريس، ولكن عيسى رفعه الله سبحانه وتعالى إليه كما رفع إدريس، لأن إدريس عليه السلام يقول فيه رب العزة سبحانه وتعالى: ورفعناه مكانا عليا. كيف رفع إدريس مكانا عليا؟ ثم كيف رفع عيسى بن مريم عليه السلام؟ هو نفس العلم الذي يعطيك هذه القدرات في هؤلاء المذكورين الذين ذكرناهم. هنا سنبدأ مثلا الغرفة هذه العلوية يسمونها غرفة الملك. الله سبحانه وتعالى في فواتح السور، وهذه سر من أسرار فواتح السور، عند تلاوة الأعراف والرعد في هذه الغرفة ستتمكن من النفاذ من أقطار السماوات والأرض، لكن لا بد عليك أن تكون حافظا للسورتين، لأنك بترديدهم وأنت ترددهم ستنفذ أقطار السماوات والأرض، ستذهب حيث شئت ولتعلم وليريك الله من آياته. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام من المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إذا فهنا عندما نتحدث عن هذه الغرفة، الله سبحانه وتعالى بفواتح السور يحدد لنا أيضا أين المكان تحديدا. الأعراف تبدأ بألف لام ميم صاد، وبماذا تبدأ سورة الرعد؟ تبدأ بألف لام را. هنا سنكتب ألف لام ميم صاد را. المثل
هي مصر. مصر الأحباب في الله مذكورة في كتاب الله كثيرا، يذكرها بالمدينة، يذكرها بمصر. هنا يحدثنا بهاتين الفواتح ألف لام ميم صاد ألف لام را. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ ذكر إنما أنت مذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول سبحانه وتعالى في بداية السورة ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء الذين يقولون لكم أن الحديث يفسر القرآن وأن هنالك ناسخ ومنسوخ. ألا مسخهم الله قردة وخنازير. كيف أن الحديث الذي كتبوه بأيديهم يصحح القرآن والقرآن فيه ناسخ ومنسوخ. ما ننسخ من آية نأتي بخير منها أو مثلها. لا وجود الناسخ والمنسوخ في كتاب الله. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. إذا تبدأ بهذه الموعظة ثم نذهب إلى سورة الرعد. ماذا يقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. هنا صراحة ألف لام ميم را صاد تعطينا اسم مصر. في ماذا؟ في هاتين السورتين. هنا يحدد لنا بعلم الرقيم غرفة ما يسمونها غرفة الملك، لكن هذه الغرفة حقيقة بعلم الكتاب تسمى غرفة الرعد والأعراف. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسمهم. نعم. ما سر هذه الغرفة وكيف يقع اعتمادها منذ زمن إدريس عليه السلام حتى ينفذ بسرعة البرق؟ ماذا لو تلونا سورة الأعراف والرعد هنا؟ نرتلها ترتيلا، نتثبت ثم نعود. إذن لنواصل. ها هنا نحن أتينا بهذا السياق. ما رأيكم أحبابي في الله أن في هذا الهرم عندما ترتل الأعراف والرعد ستنفذ يا معشر الجن والإنس، إنس والجن، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. سلطان ماذا؟ سلطان العلم أحبابي. نحن منذ مئات السنين نتخبط في الجهل، ومن قبلنا سيأتي يوم يلعن فيه من قبلنا الأولين من أمتنا. كيف أخفوا علينا علوما، كيف حرقوا كتبا، كيف دمروا مكتبة النوران لعلي وعثمان. سيأتي ذلك اليوم. صدق رسول الله عندما يقول سيأتي في آخر أمتي من يلعن أولها. فكان يعلم، لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. ويتبعون ما يتحدث به أبا هريرة عن عائشة وأبو بكر وغيرهم. اللهم إنا براء منهم. هذه حقيقة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، وحتى في رؤى الكثير والكثير. كيف رأوا حال عديد الصحابة عند الله، وكيف رأوا المنافقين وعرفوهم حتى في رؤاهم. إذا ها هنا نتحدث عن هذه الغرفة. هذه الغرفة التي هي أساسا في صرح سليمان عليه السلام. فما الفرق بين صرح سليمان وصرح فرعون؟ هنا
نأتي إلى أن فرعون بعد أن احتل مصر واستعمل الهرم كان يصل إلى هذه الغرفة ليقوم بالتعاويذ الشيطانية، وهي ليست آيات. إدريس عليه السلام كان يتلو ها هنا ماذا؟ كان يتلو آيات من الله سبحانه وتعالى. أما فرعون فماذا فعل؟ غير تلك الآيات بترددات وذبذبات شيطانية تسمى التعاويذ، فكانت تفتح له حقيقة ماذا؟ كانت تفتح له البوابات السفلية، فينفذ من البوابات السفلية إلى عالم الجن والشياطين. هكذا نعم، الدجال فرعون يرى ما لا يراه غيره. بصرت بما لم يبصر به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. هو يخترق ماذا؟ البوابات السفلية يفتحها. لكن ماذا كان يفعل إدريس؟ كان إدريس عليه السلام يفتح البوابات العلوية والتي تفتح على عالم الملكوت وعالم الملائكة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. إلى هنا لعل الوقت تجاوزنا الوقت المحدود والمقدر، سنذهب رويدا في حلقات أخرى لنذهب بالرقم والرقيم. نعم، ما هي اعتمادات الهرم؟ ما الفرق في اعتمادها من فرعون واعتمادها من إدريس وذرية إدريس؟ نعم، فالأهرامات ليست موجودة في مصر فحسب، لكن الله سبحانه وتعالى خص ماذا؟ الأعراف والرعد نعم للحديث عن الهرم الأكبر في مصر. هنالك من يدعي أن اسمه هرم وكان اسمه الحرم، فهذا غير صحيح. لا، الحرم المكي معلوم، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم. نعم، الهرم الإدريسي أوزوريس نعم في مصر، لأن مصر أصلا هي أرض مباركة، تونس كذلك أرض مباركة. نعم، السعودية، الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، العراق، الشام، كلها أراضي مباركة بارك الله فيها، وسيجمعها الله سبحانه وتعالى بأمره. هنا أقف وأقول لكم متقابل الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.